تخيل إن أول شيك بنكي في التاريخ اتكتب في روما القديمة سنة 352 قبل الميلاد. وقتها كانت فكرة غريبة جدا إنك تشتري حاجة من غير ما تدفع ذهب أو فضة في إيدك. النهاردة بقى وإحنا في القرن الواحد وعشرين لسه بنتعامل مع بنوك كأننا في العصور الوسطى. طوابير، ورق كتير، عملات مستخبية، وتطبيقات تجيب الضغط. بس في بنك قرر يكسر القالب دوت. النهاردة هنتكلم عنه، هو ستار لينك بنك، البنك الرقمي البريطاني اللي قالب الدنيا. وهنفهم مع بعض بالعامية الصريحة كده، هو بنك مثالي فعلا ولا في لعبة. خليني أقولك بسرعة أهم مميزاته. تقدر تفتح أكتر من حساب في نفس التطبيق، شخصي أو بيزنس أو حتى مشترك من غير ورق كتير. تسحب كاش من أي ATM جوه وبره بريطانيا من غير ما تدفع عمولة من البنك، ودي ميزة خرافية مشوفتش بنك تاني عاملها. بيعرفك فلوسك راحت فين بالمليم ويقارن بالشهر اللي فات. في ميزة برضه اسمها سبيس، تحوش فيها لهدف معين وتفصل فلوسك، وأي حركة في حسابك بيجيلك عليها تنبيه فورا. تقدر تقفل الكارت في ثانية لو ضاع منك، وتفتحه تاني في ثانية لو لقيته. طيب، ايه هو البنك ده اصلا؟ ستارلينك هو بنك رقمي كامل او نيو بنك، بنك حقيقي مرخص من هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، بس من غير فروع خالص، كل حاجة من الموبايل. هدفه يخلصك من البيروقراطية ويوفر وقتك وفلوسك ويقدم لك تجربة سهلة. الميزة الكبيرة انه جامع بين الامان والبساطة ومميزات قوية جدا. طيب، مناسب لمين؟ مناسب للمبتدئين اللي عايزين حاجة سهلة، وللفريلانسر او صاحب الشغل لانه فيه حساب بيزنس. وممتاز للمسافرين عشان مفيش عمولات سحب من اي مكان في العالم. كمان مفيد لاي حد بيصرف كتير وعايز يراقب نفسه. لكن مش مناسب للي لسه متعلق بفكرة الفرع او محتاج يودع كاش كتير. نستخدمه ازاي؟ بعد ما تنزل التطبيق تحتاج تثبت اثبات هوية زي الباسبور او رخصة، وتصور فيديو سيلفي وانت بتضحك عشان يتأكد ان انت مش روبوت. والموضوع بياخد حوالي 10 دقايق. اول ما الحساب بيفتح فعل بصمة الوجه او الايد، ظبط التنبيهات وابدأ استخدامه، بحيث ان هو لو ضاع منك او اتسرق فمحدش يقدر يستخدم التطبيق غير ببصمة وشك او بإصبعك. اهم الاقسام التطبيق بيحللك الفلوس، الصرف، التحويش، تحويلات، حساب البيزنس، كل ده بيتحلل بمنتهى السلاسة، وبتعرف كل قرش من فلوسك راح فين وازاي توفر كمان فيه. المميزات الحقيقية بقى، تحليل الصرف ذكي جدا وبيعرفك بتصرف فين حتى لو على مستوى البراندات. ميزة تقسيم الفاتورة مع أصحابك سهل جدا. والسبيس تقدر تحدد منها سقف تصرف منه بالكارت، وده أمان عالي جدا. طيب، فين العيوب؟ مفيش فروع خالص، ده أول عيب. إيداع الكاش محدود وموجود في مكاتب البريد بس. الفايدة على الحساب قليلة. خدمة العملاء أحيانا بتتأخر، ولو موبايلك ضاع الوصول للحساب بيبقى صعب شوية. في شوية تريكات حلوة. فعل keep the change عشان كل فكة تتحوش لوحدها. استخدم التحويل القريب عشان تبعت فلوس من غير بيانات معقدة. لو الكارت ضاع اقفله فورا من التطبيق ورجعه تاني لما تلاقيه. خد بالك بقى من كام حاجة، الأمان عالي بس مسؤوليتك تحافظ على بياناتك. البنك عمره ما هيطلب منك باس كود أو بصمة، أو أي رسالة تطلب بياناتك، دي غالبا نصب. كمان ما تعتمدش عليه في إيداع كاش كبير. طيب، في فخاخ. بصراحة البنك شفاف جدا ومفيش اشتراكات مستخبية، بس سهولة الدفع ممكن تخليك تصرف أكتر من غير ما تحس. طيب، المخاطر بقى ايه؟ في ناس بتبعت رسائل مزيفة كأنها من البنك. خد بالك كويس، المشكلة مش في البنك، المشكلة في الاحتيال. مقارنة سريعة. تطبيق ريفولت قوي جدا في تحويل العملات، بس مش مع بنك مرخص بالكامل في بريطانيا. كمان مقارنته مع ميزو سهل ولطيف، بس فيه عملات سحب بره. اما ستارلينك فهو التوازن، بنك مرخص، مميزات قوية، وصفر عمولات سحب في اي دولة في العالم. اهم عيوبه باختصار: مفيش فروع، ايداع كاش محدود، فايدة قليلة، خدمة العملاء ممكن تتأخر، وكله معتمد على الموبايل. أهم نصايح: فعل الأمان فورا واستخدم خاصية السبيس، احذر من أي رسالة، فعل التحويش التلقائي، استغل السحب بدون عمولة لو بتسافر. وفي الآخر، ستار لينك بنك يستاهل بقوة، ومناسب لأي حد عايز يخلص من وجع دماغ البنوك التقليدية ويستخدم حاجة عصرية. لكن لو انت من الناس اللي بتحب الشباك والموظف، غالبا مش هيكون ليك. شكرا ليك انك كملت الفيديو للاخر. قولي رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تشوف باقي السلسله. سلام.